عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تالتة إعدادي. النهاردة هناخد باقي جزء من الدرس الثاني الحملة الفرنسية على مصر، وهنكمل الدرس الثالث الشعب المصري وتولية محمد علي. احنا وقفنا الحصة اللي فاتت عند مينو وقيادة الحملة الفرنسية. بس قبل ما نبدأ في الدرس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. احنا وصلنا عند تولي مينو قيادة الحملة الفرنسية. بيقول لك تولى مينو أمر الحملة بعد مقتل كليبر، وقلنا كليبر تم قتله على يد سليمان الحلبي. كان مينو ينوي البقاء في مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية كبرى. تمام؟ دلل حيث قام بوضع خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. يبقى قام بوضع خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. مين اللي عمل كده؟ مين؟ تمام؟ هناخده جلاء الحملة الفرنسية عن مصر. وقبل ما نبدأ، يعني إيه جلاء؟ تعالوا نشوف ما المقصود بكلمة جلاء. المقصود بكلمة جلاء هنا رحيل قوات الاحتلال الفرنسي عن بلد المحتل. يعني إيه؟ يعني إنه قوات الاحتلال تخرج عن البلد المحتلة. جلاء الحملة الفرنسية عن مصر. أن أرسلت إنجلترا أسطولا حربيا إلى أبي قير في فبراير عام 1801. في شهر 2 كده إنجلترا أرسلت أسطولا حربيا إلى أبي قير، وانضم إليه الجيش العثماني لإخراج الفرنسيين من مصر. لم تستطع القوات الفرنسية المقاومة واستسلمت. غادرت الحملة الفرنسية مصر في سبتمبر عام 1801. إنجلترا أرسلت أسطولا حربيا إلى أبي قير عام 1801 في شهر 2. انضم إليه الجيش العثماني لإخراج الفرنسيين، ولكن لم تستطع القوات الفرنسية المقاومة واستسلمت أيضا. وغادرت الحملة الفرنسية من مصر في سبتمبر عام 1801. تمام؟ إيه نتائج الحملة الفرنسية على مصر؟ بيقول لك نابليون اصطحب مع الحملة مجموعة كبيرة من العلماء في مختلف المجالات، لذلك تركت الحملة نتائج بعيدة المدى تمثلت فيما يلي. في نتائج لما هو اصطحب علماء كبار، في نتائج أو نتائج. يعني ايه نتائج؟ يعني حاجات كده تمثلت فيما يلي. أولا نمو الروح القومية. الحملة الفرنسية أيقظت نمو الروح القومية لدى المصريين. دلل حيث تمسك المصريين بحقهم في الحرية واختيار حاكمهم بعد خروج الحملة الفرنسية. مصر طبعا ما كانتش راضية تماما عن دخول الحملة الفرنسية على مصر تماما نهائيا. يبقى حيث تمسك المصريون بحقهم في الحرية واختيار حاكمهم بعد خروج الحملة الفرنسية. وأيضا الأعمال التي قام بها علماء الحملة الفرنسية. إيه النتائج العلمية اللي قاموا بها العلماء؟ دراسة شق القناة التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وأيضا إنشاء المجمع العلمي المصري، تأليف كتاب وصف مصر، اكتشاف حجر رشيد عام 1799. والنتائج اللي ترتبت عليه أدى إلى تعرف المصريين على تاريخ مصر القديمة. وأيضا توجيه أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية موقع مصر الجغرافي. نور الدول الأوروبية على أهمية موقع مصر الجغرافي. وجهت الحملة أنظار الدول الأوروبية عامة وإنجلترا خاصة. هي قالت إن مصر الموقع بتاعها مهم جدا للدول الأوروبية عامة، ولكن إنجلترا خاصة. وأيضا لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. تعالوا ناخدوا نظم الحكم والإدارة.
أنشأ نابليون بونابرت الديوان العام وديوان الأقاليم وديوان القاهرة، بما تفسر لتدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى من حيث الاستشارة وتلقي الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام. يعني إيه؟ يعني نابليون قام بديوان عام وديوان أقاليم وديوان القاهرة لكي يدرب الأعيان والعلماء المصريين، عشان يدرب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى من حيث الاستشارة، إن هم يستشيروا بعضهم، وتلقي الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام، وده هينفع الأهالي. تمام؟ تعالوا نشوف الآثار الاقتصادية. بيقولك وضع الفرنسيون بعض المشروعات للإصلاح في المجالات الآتية: أولا الزراعة، تنوع المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاريع الري، وأيضا الصناعة، إنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وصناعة حروف الطباعة، وأيضا التجارة، فتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال أفريقيا، وأيضا الصحة العامة، تم إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى. وبكده احنا نكون خلصنا الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، الحملة الفرنسية على مصر. يلا نخش في الدرس الثالث، الشعب المصري وتولية محمد علي، وهناخد جزء منه وهنكمل إن شاء الله الحصة اللي جاية. ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. فكر كده، عقب رحيل الحملة الفرنسية من مصر واجهت البلاد فترة من الفوضى والاضطرابات والصراعات بين عدة قوى للاستئثار والسيطرة على مصر. فهل تعرف ما هذه القوى المتصارعة؟ وأي منها استطاع الاستئثار بالسلطة؟ تعال نشوف. أحوال مصر بعد خروج الحملة الفرنسية. إيه أحوال مصر بعد خروج الحملة الفرنسية؟ بيقول لك تصارع على حكم مصر المماليك والعثمانيين وإنجلترا، وفي النهاية استمرت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. في 3 قوى اتصارعوا على حكم مصر: المماليك والعثمانيين وإنجلترا. في الدرس الثاني قلنا فرنسا وإنجلترا، فرنسا وإنجلترا. أما في الدرس ده المماليك والعثمانيين وإنجلترا، وفي النهاية استمرت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. بيقول لك بدأت الدولة العثمانية تستعيد حكم البلاد، لكن قام الشعب المصري بالعديد من الثورات ضد الولاة العثمانيين وزعماء المماليك. الدولة العثمانية بدأت تستعيد الحكم بتاعها، لكن الشعب المصري رفض أو قام بالعديد من الثورات ضد الولاة العثمانيين وزعماء المماليك. أنا عايز نوقف بلد وحدية، مش عايز حد يحكمني تاني. كان من أهمها ثورة الشعب في مارس عام 1804 بما تفسر، وذلك بسبب فرض الولاة الضرائب والالتواءات على الأهالي. الدولة العثمانية قامت بفرض ضرائب والتواءات على الأهالي. تمام؟ وأيضا سياسة محمد علي على المصريين أثناء ثورة الشعب في مارس عام 1804. تعالوا نشوف سياسة محمد علي على المصريين أثناء ثورة الشعب في مارس عام 1804. خاف محمد علي أن تصيب الثورة جنوده. محمد علي خاف أن الثورة تصيب جنوده، فقام بإعلان انضمامه إلى العلماء والمشايخ، واختلط بالأهالي الساخطين. هو انضم للعلماء والمشايخ واختلط بالأهالي الساخطين، هو كده إيه بيخط. تمام؟ التعهد للعلماء بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضريبة عن الناس. أنا يا جماعة هنبذل فوق مجهودي إني نرفع الضريبة عنكم. تمام؟ وأيضا اقتراح تعيين خورشيد باشا واليا على مصر، وأيضا قام باقتراح
اقترح عليهم إن احنا نعين خورشيد باشا واليا على مصر، والذي تم تعيينه من قبل السلطان العثماني. نتائج سياسة محمد علي الذكية مع المصريين أثناء ثورتهم في مارس عام 1804. كسب محمد علي طبعا حب الشعب وثقة زعمائه. لما محمد علي قام بانضمامه إلى العلماء والمشايخ، وأيضا تعهد إن العلماء إن هو يوقف الضريبة، وأيضا اقتراحه تعيين خورشيد باشا، أدى ذلك إلى كسب حب محمد علي، عطف الشعب وثقة زعمائه. نظر إليه الشعب كرجل عادل يكره الظلم. ليه؟ لأنه هو بدأ معاهم بالحب والكسب. اختيار الزعامة الشعبية لمحمد علي. طيب هي ليه اختارت محمد علي؟ ولا لأن محمد علي الأول قام بسياسة جميلة جدا. اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف بدار المحكمة بيت القاضي في 13 من مايو عام 1805، وقرروا عزل خورشيد باشا الوالي العثماني وتعيين محمد علي بدلا من خورشيد باشا، وأخذوا عليه العهود والمواثيق بأن يحكم بالعدل وألا يبرم أمرا إلا بالمشاورة بتاعته. تمام؟ يبقى قام محمد علي أو قامت زعامة الشعب المصري بعزل خورشيد باشا، وأيضا تعيين محمد علي بدلا من خورشيد، وأخذوا عليه عهود إن أنت توعدنا إن أنت تكون حاكم عادل وما تعملش أمر غير بالمشورة بتاعتنا. بيقول لك عقد صلح إميان في مارس عام 1802 بين بريطانيا وفرنسا، وبمقتضاه تم سحب القوات البريطانية من مصر في مارس 1804. يعني إنجلترا طلعت من مصر عام 1804، ولكن هترجع تاني. تعالوا نشوف. السلطان العثماني يستجيب لرغبة الزعامة الشعبية. يا جماعة أنا موافق على اللي انتوا بتطلبوه. أصدر السلطان العثماني فرمانا في 9 يوليو 9/7 عام 1805 تضمن عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي. وصلت الرسائل للسلطان العثماني لرغبة الزعامة الشعبية بأن يتم عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر. كانت هذه أول مرة في تاريخ مصر الحديث التي يعزل فيها الوالي ويعين آخر بإرادة الشعب. أول مرة تحصل إن الشعب هو اللي يختار الحاكم بتاعه. تمام يا ولاد؟ تعالوا نشوفوا حصل إيه بعد كده. توطيد أو تثبيت سيادة محمد علي في مصر. بيقول لك أراد محمد علي أن يطمئن لاستقرار الحكم. يعني إيه؟ يطمئن الناس لاستقرار الحكم عشان الحكم بتاعه إيه؟ يستمر في يده قبل أن يتفرغ لبناء دولة مصر الحديثة. من قبل ما هو يبني مصر الحديثة قام يطمئن الشعب المصري بالاستقرار في الحكم. فواجهته بعض المشكلات، وهي محاولة نقل محمد علي من مصر. في محاولة تمت أو قامت على نقل محمد علي من مصر، ودي معروفة جاية من إنجلترا عام 1806، وأيضا حملة فريزر عام 1807، وأيضا الزعامة الشعبية والمماليك. تعالوا نشوف محاولة نقل محمد علي من مصر عام 1806. الأسباب بتاعتها: لم ترضخ بريطانيا بسهولة تولية محمد علي على حكم مصر، فسعت لتولية محمد بيك الألف المملوكي بما تفسر لكي تطمئن على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. هي عايزة تطمن على المصالح الاقتصادية بتاعتها في المنطقة. أما محمد علي ده فقوي شوية. تمام؟ النتائج المترتبة على ذلك: فلذلك حاولت إقناع السلطان العثماني بعزل محمد علي وتعيين محمد بيك الألفي أو أي والي عثماني آخر. يبقى لم ترضخ بريطانيا بسهولة تولية محمد علي حكم مصر،
فسعت لتولية محمد بيك الألفي ليه؟ بما تفسر لكي تطمن على مصالحها الاقتصادية في المنطقة والنتائج المترتبة. فذلك حاولت إقناع السلطان العثماني، قاموا بإقناع السلطان العثماني بعزل محمد علي وتعيين محمد بيك الألفي أو أي والي عثماني آخر غير محمد علي. تعالوا نشوف موقف السلطان العثماني من ذلك. بيقول لك استجاب السلطان العثماني لبريطانيا وأرسل أسطولا يحمل فرمانا بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك في مقدونيا باليونان، وأيضا تسليم السلطة دون معارضة أو مقاومة إلى الوالي العثماني الذي جاء مع الأسطول في يوليو عام 1806. موقف الزعامة الشعبية. وقفت الزعامة الشعبية بجانب محمد علي. إيه النتائج المترتبة على ذلك؟ مما أدى إلى رضوخ السلطان العثماني وتخليه عن فكرة نقل محمد علي من ولاية مصر، وقام بتثبيته عليها. عمل إيه؟ الزعامة الشعبية رفضت إن هي إنه محمد علي ما يكونش والي على مصر، مما أدى إلى رضوخ السلطان العثماني وتخليته عن فكرة نقل محمد علي من ولاية مصر، وقام بتثبيته عليها، لأننا هنثبتها مادام الشعب عايز محمد علي. تمام. حملة فريزر عام 1807 في شهر 3 مارس. أسبابها: انتهزت بريطانيا فرصة تدهور علاقتها مع السلطان العثماني. لما إنجلترا شافت إن في تدهور بينها وبين السلطان العثماني، أرسلت حملة عسكرية على مصر في مارس عام 1807 بهدف احتلال مصر. خلى محمد علي من الحكم تثبيت تابعها محمد بيك أبو الدهب المملوكي، محمد بيك الألفي المملوكي، معلش بغلط عشان في محمد بيك أبو الدهب. النتائج: هزيمة الحملة في رشيد وحماد، وأيضا جلاء الحملة عن مصر مقابل الإفراج عن الأسرى. طبعا الحملة اتهزمت، وأيضا جلاء الحملة عن مصر مقابل الإفراج عن الأسرى. دخول محمد علي الإسكندرية منتصرا. تمام. يبقى نتائج حملة فريزر: هزيمة الحملة في رشيد وحماد، وأيضا جلاء الحملة عن مصر مقابل الإفراج عن الأسرى، ودخول محمد علي الإسكندرية منتصرا. بكده احنا خلصنا الجزء الأول من درس محمد علي، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هناخد الجزء الثاني من درس محمد علي. وسلام.